السلام عليكم. معكم ياسين فيلالي، مهندس دوله مغربي، قريت فرنسا وتحققت بالمانيا. في مشروع العمل الثالث ديالي مع شركه مرسيدس بنز عبر شركه المواد البشريه هيس، وقعت لي واحد الحاله عنصريه شديده كنت مطالب بها 3 أسابيع، ولما تابعتهم في القضاء يعني زوروا الحقائق باش ما تبانش العنصريه، لان كيقالوا يعني العنصريه هي نقص من المبيعات لشركه مرسيدس. فواحد اليوم اتصلت الشاف ديالي انا في مرسيدس بنز باش يصحوا هذيك المعلومات. ارسلوا لي في نفس اليوم يعني قتال افغاني، لقاني في واحد الفيستيفال وقال لي غادي نروح الطريق فين باغي تمشي. وصلنا للمترو، زايد معايا في الهضره، عطاني 2 ضربات للراس، من بعد حط لي راسي فوق الارض ديال المترو، بقى كيعطيني ضربه من فوق ضربه، يعني ما اقدر باكثر من 60 ضربه على مستوى الراس. وكاينين الفيديوهات ديال هذا الاعتداء اللي تسجل في المترو، واللي وكيلات الدوله والشرطه عندهم نسخه منه، وجات يعني وكيله الدوله، لان هذا العمليه منظمه مع الشرطه ووكيله الدوله طبيب المستعجلات. قال لك هذا الافغاني ما كاينش بانه قاسك. ومن 2019 وانا كنطالب الفيديوهات الكامله وما توصلش لها الا بعد سنوات توصلت واحد الجزء منها صغير. وهذه نعود نطلب يعني عبر محامي مغربي يعني هذه الفيديوهات يعني من السفاره المغربيه والسفاره الالمانيه ووكاله الدوله الالمانيه ووزاره العدل الالمانيه. فاش وقع لي هذا المشكل يعني بعد مع في الدعوه يعني غشوا فيها، شكيت للسفاره المغربيه. واحد النهار وعدني نائب السفيره بانه غادي يجبد لي الفيديوهات ديال محاوله القتل العمد المتوفره لدى السلطات الالمانيه. جيت قال لي انا قادر نخلق لك مشكل هنا وما تقولش هو اللي حطكم هنا، تكلما على سيدنا الله ينصرو ويبارك لنا في عمره. جيت لاخذ ليه داخل السفاره المغربيه، شدوني يعني الحراس ديال السفاره شنقوا عليا، ها اللي هزني من ركبتي، اللي شنق عليا. السفاره المغربيه هنا في المغرب؟ لا، السفاره المغربيه في المانيا. في المانيا. فاش يعني لقيت راسي من بعد يعني بمحامين ديالي اللي رشاوهم ليا، الشرطه ما كاينش الدعم منها، وكاله الدوله، القضاء، السفاره المغربيه كذلك. شنو كاين؟ الحل الوحيد هو نكتب انجيلا ميركل اللي كانت انذاك يعني مستشاره الدوله الالمانيه، كتبت لها من بعد بضعه ايام داروا لي يعني بحال غادي ندير مشكل مع الجار ديالي، ودخلت الشرطه الضرب والتعذيب في قلب بيتي بالمينوط، وعوقوا لي يدي ومشاو. هادشي اللي كتهضر عليه انت موقع في المانيا. في المانيا نعرفوا ان المانيا يعني دوله ديال الحق والقانون مثلا، ولا دوله يعني ديمقراطيه. واش ان التعذيب هذا كان في اخبار السلطات ديال المانيا مثلا؟ هذا التعذيب يعني السلطات العليا ولا يمكن الدوله براسها يعني ما بغياش ديرو، لكن يعني هذه شركه مرسيدس بنز بحال مافيا كترشي عندها المعارف ديالها، وكتامر مثلا البوليس اللي خصهم يديروا الامن والامان كتامر لهم بالتعذيب، كيمشي كيعذب كيضرب كيعوق وكيمشي. معلوم. وانا يعني حط ديجا الشكايه عند السفاره ديالي المغربيه في المانيا، يعني ما يمكنش شي واحد يقيسني بلا ما يكون هذا الشيء باذن من السفاره المغربيه. لكن مع الاسف انا مشيت استغثت بهم باش يغيتوني بالاجرام، بالعكس زادوا هما كملوا عليا مع الاسف. سيدي هذاك اشتغلتي مع مرسيدس، شنو العمل اللي كنتي؟ العمل اللي كنت كندير به، كنت كندير في الاول كنت بروجيكت ليدر، يعني مدير مشروع. يعني كان واحد ما نقدرش ندخل يعني في الديتاي. المهم مدير مشروع كان نروح على كوبيراسيون مع واحد مصنع سيارات فرنسي اللي هو رونو نقدر نقولوا. وكان يعني كان واحد المشكل ديال الخلاص بيناتهم، وتدخلت يعني باش نشوف المشاكل اللي جايه، علاش ما كتمش مثلا يعني الاداءات في الوقت. ومن بعد كان المشروع يعني ديال واحد لي بلاتفورم ديال الماركتينغ 12، وبغينا نجدوهم. فانا دخلت باش ندير بروسيس ونعاودوا نحدثوهم. هذيك لي بلاتفورم ما يبقاوش خدام، وليو حديثين، وليو خدامين يعني برقمنه. واخا واش طالبتي الحقوق ديالك مثلا او تعويضات على الماديات ديالك من الشركه، وقعوا لك المشاكل هادو، رجعتي للمغرب، شنو السبب اللي خلاك رجعتي؟ شنو عاودتي؟ السبب اللي خلاني رجعت هو انني مشيت استغثت بالسلطات، يعني منها سلطات مغربيه اللي هي السفاره المغربيه، ومنها سلطات المانيا، فبجوجهم متفقين على التعذيب ديالي كاع باش نسكت.
فهمتي؟ فاطمه هذه يوقفوا معايا وناخذوا حقي، بالعكس هذا السيد خصنا نسكتوه. مشاو صيفطوا لي رجال الشرطه اللي غادي يعذبوني، فبقيت انايا مرعب تما في المانيا. جيت دخلت المغرب واحد النهار، مشيت للرئيس ديال الشرطه ديال البرلمان هنايا السي يوسف العزيزي، البرلمان المغربي، قال لي كيفاش هادشي واقع في المانيا اكسيتيرا. مشى خرج لي، قال لي انا نتصل بالشرطه ديال الديوان الملكي. جاو عندنا واحد الكوميساريه قريبه تما، دونوا كلشي. قال لي الحمد لله ملي وصلتي لينا 48 ساعه غادي تفك هذا المشكل، يعني وصل الخبر نسينا الله ينصرو ويتفك هذا المشكل، ما تبقى لا تاثير ديال السفيره ولا ديال شي اجرام ولا حتى حاجه. مع الاسف ما عاودوش اتصلوا بيا. رجعت عند رئيس الشرطه البرلمان بعد اسبوع، قال لي شهادات الزور اللي خبرتهم بها السفاره المغربيه ضدي باش تغلق هذيك المسائل. يعني كما كتشوفوا في المقطع ديال الفيديو ديال الافغاني كيفرقع عليا في راسي بيديه، كتقول السفاره المغربيه حقا انا نصرت ليه على صاحبته ودابزنا وانا هو اللي ضربته الاول، هو ما تلقاش حتى قصه. ولا كانت وطالبت بهذه المعلومات اللي شهدت بهم السفاره المغربيه وحد الان ما عطاوهمش ليا. المهم فاش مشى يعني بوعود كاذبه بان هذه تعطيني الحقوق ديالي من السفاره المغربيه وداك الشيء، رجعت لالمانيا وبقيت صابر حتى خديت الجنسيه الالمانيه. فاش خديت الجنسيه الالمانيه طالبتهم بهذيك الشهادات اللي شهدوا مع الشرطه ديال الديوان الملكي، ما بغاوش يعطيوها لي. قال لي الدوسي ديالك راه هو، لكن ما يمكنلكش تشوفوا، هذا هو القانون. ودرت واحد الدعوه جمعت فيها شنو وقع مع السفاره المغربيه مع يعني ضد مرسيدس بنز وشركه الخدمات ديالها هيس والشيف ديالي انا داك مرسيدس بنز اندرا كايزر، ودونت فيها شنو وقع مع السفاره المغربيه وحتى مع السفاره الالمانيه ديك الساعات، لان كانت استخدمت بهم يعني الاسره ديالي لما قاموا بالتعذيب ديالي على يد الشرطه، وردوا عليها قالوا لها سيري للسفاره المغربيه. ردوا على الاسره ديالي قالوا لي سيري للسفاره المغربيه ديالك في المانيا، راه هي اللي خصها تدخل، لانني انا ديك الساعات مازال ما حاملش الجنسيه الالمانيه، خص السفاره المغربيه هي اللي تدخل. دابا قبل ما نجي في هذيك الدعوه اللي درت سجلتها صوت وصوره، ما بغاوش يصيفطوا الحكم فصيفطوه. قال لك محاوله القتل والتعذيب باش يخرجوا من بابهم من طريق واسع، من باب واسع. قال لك ما فهمناهمش. وانا جبت لهم فيديو ديال الجلسه 40 دقيقه مسجلين صوت وصوره كيناقشوا معايا المسائل وفاهمينها وكيهددوا فيا من اكثر من ذلك الى اخره. الله خد ليه هما ما صيفطوش الحكم بعد اشهر. الله خد ليه مصيفط لي اجي نمسح هذيك الفيديو اللي عندك ولا راني نقدروا نديروا ضدك شي متابعه.